في عالم بقى كله مكشوف. بقينا داخلين بإيدينا جوه أبواب ما نعرفش بتفتح على إيه. وبقينا سايبين صورنا وأسرارنا وضحكتنا وخوفنا في جيوب ناس إحنا عمرنا ما شفناهم. ويلا نبدأ الحكاية. ناهد كانت قاعدة في أوضتها. النور كان خافت وفنجان الشاي جنبها. كانت بتفكر في موضوع مهم شاغل بالها من شوية، حاجة عن شغلها وعن الناس اللي حواليها. وفجأة ظهر قدامها إعلان على فيسبوك. الإعلان كان نقطة في نقط الكلام اللي كانت بتفكر فيه. قلبها خبط جامد وقالت لنفسها: ده مستحيل، محدش بيعرف اللي أنا بفكر فيه غيري. ناهد حست برعب غريب، وفجأة افتكرت آخر تطبيق حملته على موبايلها. التطبيق كان بسيط جدا، لعبة أو فلتر صور، بس زي كل التطبيقات دلوقتي بيطلب منها السماح بحاجة اسمها الوصول للكاميرا والميكروفون ومعرض الصور والإيميل. ناهد زي أي حد ضغطت موافق على طول من غير ما تقرأ التفاصيل الصغيرة، لأنها كانت مستعجلة إنها تلعب اللعبة اللي حملتها. لكن دلوقتي وهي قاعدة بتشوف الإعلان ده، قلبها بدأ يدق بسرعة رهيبة، لأن الصورة اللي كانت في الإعلان كانت من صورها الخاصة. صورة كانت شايفاها مجرد ذكرى شخصية، دلوقتي موجودة في إعلان عن موضوع حساس ومحرج عن المثليين. ناهد قررت تكمل وتروح تتحقق بنفسها، وراحت لمباحث الإنترنت وحكت لهم كل حاجة بالتفصيل. وعرفوا معاها إن في شركات كبيرة بتاخد سماح منك إنها تدخل لكل حاجة عندك على التليفون: ميكروفون وكاميرا ومعرض الصور وحتى الإيميل والتسجيلات الصوتية. وكل السماح ده لما المستخدم يوافق عليه من غير ما يقرأ التفاصيل، بيخليهم يقدروا يستخدموا أي حاجة في حياتك الشخصية عشان يصنعوا منها محتوى إعلاني، أو يوجهوه ليك بشكل غامض وأحيانا خطير. ناهد حست برعب حقيقي، وكانت عارفة دلوقتي إن حياتها كلها ممكن تكون متراقبة. كل فكرة، كل صورة، كل رسالة صوتية، كلها دلوقتي ممكن تكون في إيد حد تالت. ناهد بدأت تدور على أي معلومة عن الشركات اللي ممكن تكون ورا استخدام صورها والإعلانات الغريبة. لقت نفسها وسط بحر من المقالات والفيديوهات عن خصوصية الإنترنت، وعن شركات استشارات سياسية بتحلل بيانات الناس من غير ما حد يعرف. واحدة من المقالات دي كانت عن شركة اسمها كامب. قعدت ناهد تقرا وكل سطر بيقلب قلبها. شركات زي دي بتاخد بيانات مستخدمين فيسبوك وكمان التطبيقات، حتى البريد الإلكتروني، وبيخلقوا بروفايلات نفسية عن كل مستخدم عشان يقدروا يتحكموا في قراراتهم، حتى في الانتخابات. ناهد حست بقشعريرة. كل اللي كانت بتعمله على موبايلها، كل فكرة كانت بتفكر فيها، كل صورة كانت شايفاها خاصة، كلها كانت ممكن تتحول لأسلحة رقمية. دخلت أكتر في تفاصيل عن شركة كامب. كانت بتستخدم طرق ذكية جدا عشان توصل لكل بيانات الناس من غير ما يحسوا، ويجيبوا التطبيقات ويخلوها تطلب السماح بأي حاجة: الكاميرا والميكروفون والصور والتسجيلات الصوتية. يبتدوا يحللوا بياناته، بعد كده يقدروا يوجهوله إعلانات مخصصة جدا، أحيانا عن فكرة المستخدم نفسه ما كانش حاسس بيها، وأحيانا عن ميول سياسية حساسة. ناهد فهمت دلوقتي إن الإعلان اللي شافته كان جزء صغير من كارثة أكبر. مش بس صورها، لكن كل الناس ممكن تكون تحت المراقبة، وكل الشركات الرقمية تقريبا بتعمل نفس اللعبة، مش بس شركة كامب. لكن السؤال اللي كان قاعد في دماغها: طب ليه بيعملوا كده؟ وليه يستخدموا حياتنا الشخصية كلها ضدنا؟ كل الإجابات كانت بتوصل لنقطة واحدة: المال والسلطة والتلاعب بالناس. كل معلومة عنك ممكن تتحول لأداة ضغط، إعلان، أو تأثير على قراراتك. كل خطوة في الإنترنت دلوقتي ممكن تكون مراقبة ومتسيطر عليها. ناهد بدأت تحس إنها دخلت عالم مظلم، عالم مش بس فيه سرقة بيانات، لكن فيه إمكانية تغيير حياتك بدون ما تحس. بعد ما ناهد قعدت ساعات تقرا مقالات وتقارير عن شركة كامب، كانت كل معلومة بتحسسها إنها بتقرب من حفرة كبيرة.
حفرة سودا مليانة أسرار. دخلت ناهد على فيديو تحقيق أجنبي مترجم، وكانت فيه جملة وقفت عندها جامد، حست إنها اتقالت مخصوص ليها: إحنا مش بنأثر على الناس، إحنا بنعيد تشكيل عقلهم الباطن. وهنا ناهد فهمت إن الموضوع مش إعلان ظهر بالصدفة ولا حتى سرقة بيانات، الموضوع كان أخطر بكتير. ما كانتش شركة إعلانات ولا كامب مجرد تحليل بيانات، كانت شركة بتشتغل على العقل الباطن للبشر، بتفكر إزاي الناس بتخاف، إيه اللي بيغضبهم، وإيه اللي بيشدهم، وإيه اللي ممكن يوجعهم، وبعدين تبدأ توجههم زي ما هي عايزة من غير ما يحسوا إن في حد بيلعب في دماغهم. كانت بتحلل صورك وصوتك وطباعك وردودك، حتى الحاجات اللي بتقراها وتعدي عليها، بتعرف إيه اللي يدوخك وإيه اللي يغيرك وإيه اللي يهزك. ناهد حست إن جسمها اتكهرب، وافتكرت الإعلان اللي ظهر فجأة عن موضوع حساس، وافتكرت المرات اللي فكرت فيها في حاجة بين نفسها وبعد دقايق لقت إعلان عنها. افتكرت التطبيقات اللي كانت بتطلب منها الوصول للميكروفون والوصول للكاميرا والوصول للصور، وهي توافق من غير ما تبص. دلوقتي فهمت، هما مش بس بيشوفوا صورها، هما بيسمعوا همسها، بيستغلوا مخزون عقلها الباطن اللي هي نفسها مش مدركة إنه موجود. ومرة واحدة اتضح المشهد كله قدامها. هما مش عايزين يعرفوا ناهد بتعمل ايه، هما عايزين يعرفوا ناهد ليه بتعمل كده، عشان يوجهوها بعد كده من غير ما تحس. وهنا بقى الخطر الحقيقي، إن قراراتك تفضل فاكرة إنها حرة، وهي في الحقيقة مش تبعك ومش بتاعتك. وبعد أيام من البحث المتواصل، ناهد قدرت توصل لاسم شخص كان بيشتغل جوه الشركة. اسمه كان يوسف رمزي، راجل مصري كان شغال بره مع نفس الفريق اللي اشتغل مع شركة كامب، وبعدين اختفى فجأة من الساحة كأنه ما كانش موجود. ناهد قدرت توصل لرقمه القديم واتصلت بيه، مردش. اتصلت كمان مرة، برضه مفيش رد. وبعد ساعات طويلة لقت رسالة جايلها: لو سمحتي ما تتواصليش بيا تاني، الموضوع ده هيدمر حياتك. هنا ناهد عرفت إنها ماشية في السكة الصح، وبعتت له رسالة قصيرة بتقوله: أنا صورتي اتاخدت واتعمل بيها إعلان عن موضوع حساس، وأنا عايز أعرف اللعبة دي بتشتغل إزاي. ساعتها رد جملة واحدة بس: تعالي قابليني بكرة بالليل، بس من غير موبايل. راحت ناهد للمكان اللي حدده، قهوة صغيرة قديمة في شارع شبه مطفي. بعد دقايق دخل راجل رفيع باين عليه مجهد، وشكله مش نايم من شهور. قعد قدامها وقال من غير مقدمات: أول حاجة انتي مش فاهمة انتي في ايه. ناهد اتخضت: أنا صورة ليا اتاخدت واتحطت في إعلان ملوش علاقة بيا، إعلان حساس جدا. يوسف هز راسه وقال لها بصوت منخفض قوي: الصورة مش المشكلة، الصورة دي مجرد اختبار بسيط. اختبار لإيه؟ اختبار لاستجابة عقلك الباطن. ناهد اتجمدت، ويوسف كمل كلامه: احنا في الشركة كنا بنشتغل على حاجة اسمها المحفزات الخفية. يعني ايه؟ يعني تعرفي ايه اللي بيحرك الانسان من غير ما هو يعرف، ايه اللي بيخوفه، ايه اللي بيزعله، ايه اللي بيحرجه، وايه بيفكر فيه، ايه اللي بيخليه يغير رأيه. انت فاكرة انك بتتأثري باللي بتشوفيه على السوشيال ميديا؟ لا، انت بتتأثري بحاجة احنا زرعناها جواكي من سنة فاتت. ناهد اتخضت: ازاي؟ ده انا مجرد بس حملت التطبيق ده دخل للكاميرا وللميكروفون وللصور، بس ده الجزء المكشوف. الجزء المستخبي انه بيرصد التنهيدة اللي بتطلعيها، نبرة صوتك وانت زعلانة، ذبذبات صوتك وانت فرحانة، الصور اللي بتشوفيها اكتر، الكلمات اللي عينك طولت عليها نص ثانية. كل ده بيتحول لخريطة كاملة لعقلك الباطن. ناهد اتجمدت من الكلام اللي سمعته. يوسف قرب أكتر وقالها بصوت أعمق: انت عمرك لاحظتي انك تفكري في حاجة وفجأة تلاقي إعلان عنها من غير ما تعملي بحث؟ هو ده صدفة؟
ده لأنهم وصلوا لمرحلة إنهم يعرفوا انت محتاجة ايه قبل ما انت نفسك تعرفي. يعني كانوا بيقروا أفكاري. محدش بيقرا أفكار حد، بس يقدروا يتوقعوها بنسبة 90% من غير ما تحسي. احنا كنا نقدر نتحكم في خوفك، في سعادتك، في ترددك، في قرارك. نقدر نزقك تعملي خطوة أو تخافي من خطوة، وكل ده يحصل جوه عقلك الباطن من غير ما تحسي. طيب والإعلان اللي اتعمل بصورتي ده كان ضغط نفسي، بيشوفوا هيأثر عليك ازاي. وانت نجحتي في الاختبار، اتأثرتي فعلا، وده اللي هم عايزينه. عايزين مني ايه؟ مش منك انت تحديدا، هم عايزين من كل الناس. احنا كنا بنصنع جيل بياخد قرارات مش قراراته، قرارات اتزرعت قبل ما تتولد. بعد ما يوسف كلمها بالكلام المرعب ده، ناهد حست بحاجة مش طبيعية. حست إن الموضوع مش مجرد لعبة كبيرة للشركة، الموضوع شخصي. يوسف بصلها وقال بصوت هادي لكن حاد: ناهد، مش كل الناس عندهم ملفات زي اللي عندك. الملف ده معمول مخصوص ليكي. ناهد اتجمدت. يعني أنا تجربة خاصة؟ يوسف هز راسه وقال لها: بالظبط. احنا حددنا مجموعات من الناس، وانتي كنت ضمن التجربة اللي هدفها دراسة العقل الباطن والمشاعر واتخاذ القرار. كل خطوة ليكي على الإنترنت، كل إعلان، كل صورة، كل كلمة اتكتبت، كل تسجيل صوتي، كله اتحلل. يعني الإعلان اللي ظهر بصورتي على مواقع المثليين ده جزء من التجربة؟ أيوة، ده اختبار. شوفنا هنأثر عليك ازاي لما تتعرضي لموقف محرج. هل هيأثر على مزاجك، على شعورك، على تصرفاتك، حتى على اللي هتكتبيه بعد كده؟ كل ده بيتسجل وبيتحلل، وبيستخدموه عشان يوجهوكي ويوجهوا ناس تانية في المستقبل. ناهد حست قلبها بيدق بسرعة، والرعب كان مالي كل كيانها. يعني حياتي كلها تحت المجهر، كل شيء. احنا كل حاجة في دماغي وقراراتي، كل شعوري، حتى الفرح والخوف بيتحكموا فيه. يوسف ابتسم ابتسامة حزينة. مش بيتحكموا فيها، بيتوقعوها ويأثروا عليها عن طريق العقل الباطن من غير ما تحسي. لدرجة إن لما تفكري في حاجة قبل ما تبحثي عنها، الإعلام بيظهر لك، وكده يقدروا يوجهوك في أي قرار هم عايزينه. خوف، فرحة، تردد، حتى السعادة، كل ده تحت سيطرتهم الرقمية. نهد حست إن الدم اتجمد في عروقها. يعني مش بس صورتي، مش بس الإعلان، ده حياتي كلها كانت تحت تجربة رقمية. أيوة، وكله معمول بشكل خفي، وده بس الجزء الصغير اللي انت عرفتيه دلوقتي. تخيلي لما تعرفي باقي الملفات المستخبية عن باقي الناس. ده جنون. ناهد وقفت فجأة وعينيها كانت بتلمع بالخوف والغضب. أنا لازم أوقف ده، لازم أعرف الناس، لازم يتقفل الموضوع ده، مش هسيب حياتي لعبة في إيديهم. يوسف بصلها بجدية. ده مش سهل. انت دلوقتي دخلتي عالم ما فيهوش رجوع، وكل خطوة هتاخديها ممكن تكون متراقبة. لازم تبقي واعية وصاحية. بعد ما ناهد عرفت إنها كانت تجربة مخصوصة، فكرت: طب لو أنا مش لوحدي، لو في آلاف زيي ولسه مش واخدين بالهم. قررت تعمل خطوة بسيطة لكن قوية. استبيان على فيسبوك. كتبت بوست طويل وهادي بس بيضرب في الصميم: يا جماعة، سؤال مهم. لما تطبيق يطلب منكم السماح باستخدام الكاميرا أو الميكروفون أو معرض الصور أو الإيميل، بتوافقوا على طول ولا بتقروا التعليمات؟ وسؤال كمان: هل حصل إنكم فكرتوا في حاجة وفجأة لقيتوها قدامكم على إعلان مثلا على أي منصة، أو اتكلمتي مع صاحبتك في موضوع وفجأة لقيتيه قدامك بعد ما خلصتي الكلام معاها؟ سابت الموبايل ساعة ورجعت لقت جحيم من التعليقات. الإعداد كانت بتتزايد كل ثانية، أكتر من 3000 تعليق في أقل من ساعتين. أول تعليق: والله يا ناهد أنا بوافق على طول وما بقراش حاجة. تاني تعليق: أنا فعلا بفكر في حاجة وبعد كده ألاقيها قدامي فورا.
قلت يمكن صدفة. تعليق تالت: أنا كنت بتكلم مع مراتي عن السفر لتركيا، وأنا أصلا ما عملتش سيرش، وبعد ساعة لقيت عروض الطيران كلها ظاهرة قدامي. في تعليق رابع مرعب: مرة كنت قاعد بفكر بيني وبين نفسي عن بدلة معينة، وفجأة لقيت إعلان عنها بنفس الموديل اللي أنا عايزه على شي إن. تعليق خامس: والله في إعلان ظهر لي عن دواء المرض، وأنا أصلا ما فضفضتش لحد عنه، فكرة بس يا دوبك كانت في دماغي. تعليق سادس: يا جماعة إحنا متراقبين. الناس اتصدمت، بدأت تخاف، بدأوا يربطوا حاجات عمرهم ما كانوا واخدين بالهم منها. واحدة كتبت: بجد الموضوع مخيف، أنا مرة اتكلمت مع أختي بس بصوت واطي، وبدخل تيك توك لقيت فيديو بيتكلم عن نفس النقطة اللي أنا كنت بتكلم عنها. تعليق تاني من حد بيقول: أنا مطور برامج، وعايزة أقول لكم إن السماح للوصول للكاميرا والميكروفون مش مجرد سماح للتطبيق، ده سماح لناس تانية غير ظاهرة قدامكم. وحد كمان كتب حاجة خطفت قلب ناهد: إحنا مش بنستخدم التطبيقات، التطبيقات هي اللي بتستخدمنا. ناهد كانت قاعدة قدام الشاشة مرعوبة. الاستبيان اللي هدفه يعرف إذا في ناس زيها كشف حقيقة مخيفة. اللي حصل لناهد مش مشكلة شخصية، ده واقع عام بيحصل لكل الناس. كمية الناس اللي قالت أيوة بيحصل كانت مرعبة، وكمية الناس اللي بتوافق على السماح من غير قراءة أكتر بكتير. يوسف بعت لها رسالة قصيرة بعد ما شاف البوست: شايفة؟ احنا كنا بنشتغل على عقول ملايين، مش فرد واحد. وهنا ناهد فهمت: القضية مش تجربة، القضية جيش بشري كامل بيوجهك من غير ما تحس. وهنا بس بدأت الخطة تتكون جوه دماغ ناهد، خطة مش بس لمعرفة الحقيقة لكن لكشفها. بعد ما ناهد نشرت الاستبيان وكشفت قد إيه الناس معرضة لنفس التجربة المخيفة، بدأت تحس بشعور قوي بالإنجاز، لكنها ما كانتش عارفة إن اللي عملته فتح الباب على حاجات أكبر. بعد يومين فجأة وصلها إيميل من مجهول، بدون اسم، بدون عنوان واضح، بس فيه رسالة قصيرة وجامدة: احذري يا ناهد، احذري من البوست، احذري من اللي بدأتيه، امسحيه فورا وإلا هتندمي. ناهد وقفت مكانها وقلبها بدأ يدق بسرعة. عرفت إن الموضوع اتجاوز حد الاستبيان، وإن في حد أو جهة كبيرة شايفة كل خطوة ليها، كل حركة، كل رسالة، كل مشاركة. حست بالخوف لكن برضه حست بالغضب. مش هسيبهم يخوفوني، قالتها لنفسها بصوت منخفض. بس لما فتحت موبايلها تاني لقت إعلانات غريبة جدا عن كل تطبيقات السوشيال ميديا، فيديوهات فيها رسائل مخيفة وصور شبه اللي ظهرت لها في التجربة، وحتى المقالات عن موضوعات كانت بس جوه دماغها من ساعة ما بدأت الاستبيان. ناهد فهمت دلوقتي حاجة: مش بس عن شركة كامب ولا مجرد تطبيقات، ده نظام كامل قادر يراقب ويواجه ويحذر ويضغط على أي حد يحاول يكشف الحقيقة. هي وقفت قدام مرايتها وقلبها مليان خوف، بس عينيها كانت فيها تحدي: مش مهم، مش مهم مين وراهم، أنا هعرف أكشفهم، بس لازم أكون حذرة وأكمل خطوة خطوة. الرسالة الأخيرة فضلت قدامها على الشاشة، التهديد كان واضح والرقابة كانت حقيقية، وناهد كانت مستعدة تدخل المعركة وما تعرفش ايه اللي كان مستنيها. لو وصلتوا معانا للنقطة دي اكتبوا لنا ان انتوا من الأبطال وصلوا على النبي في التعليقات، واكتبوا لنا رأيكم المهم جدا. سمعتوا قبل كده عن القضية دي أو الموضوع ده بشكل عام؟ جاوبونا بصراحة في التعليقات، وياريت اللي يجاوب يقول حصل معاه امتى وبالظبط. لما بتنزلوا تطبيق جديد بتوافقوا على كل الصلاحيات من غير ما تقروا صورة وكاميرا ومايك وإيميل، ولا بتاخدوا بالكم وشايفين إن الشركات دي عندها القدرة تسيطر على قراراتنا ومشاعرنا ولا لأ؟ ولا دي مجرد صدفة؟ ولو لقيت صورتك مستخدمة في إعلان إباحي أو أي إعلان أيا كان، هتعمل إيه؟ هتسكت ولا هتواجه؟ وأهم سؤال: انت لسه حاسس ان الموبايل ملكك ولا في طرف تاني ماسك الخيط؟ في النهاية يا جماعة بقول لكم ان القصة دي حقيقية فعلا،
وراح بلاغ لمباحث الإنترنت. فخلوا بالكوا في أوضة النوم ياريت ما تاخدوش التليفونات معاكوا، وفي الحمام كمان عشان احنا متراقبين بنسبة كبيرة قوي. وتقدروا تعملوا بحث على جوجل عن الموضوع ده وهتتأكدوا بنفسكوا. وما تنسوش تعملوا شير لحد من حبايبكوا أو أصحابكوا عشان الفايدة تعم على الجميع. وبشكركوا شكرا جزيلا حبايب قلبي، لو لسه معانا لحد دلوقتي شكرا جزيلا.